قناع الملك توت عنخ آمون. مش عارف حد خد باله ولا لأ، بس القناع ده كان موجود في المتحف المصري في التحرير من زمن طويل جدا، بس ما كانش واخد حقه زي دلوقتي. المشكلة ما كانتش في القناع، المشكلة كانت في طريقة عرضه. يعني في المتحف المصري القديم القناع كان محطوط في النص، حواليه قطع أثرية كتيرة جدا، والإضاءة كانت عامة، والخلفية كانت فاتحة وزحمة ومش معزولة، فالعين ساعتها كانت بتتشتت، والقناع ما كانش فيه أي حاجة بتخليه هو البطل بتاع المشهد. لكن لما اتنقل للمتحف المصري الكبير كل حاجة اتغيرت. القاعة الجديدة متصممة مخصوص علشان القناع، والإضاءة متوزعة عليه بزوايا مدروسة جدا عشان تبرز انعكاس الذهب والألوان اللي فيه. الكونتراست اللي حصل مع الخلفية الغامقة والمساحة حواليه بقت فاضية، والإزاز بقى مضاد للانعكاس، فما بقاش فيه أي عناصر تانية تشوش على العين، وده بيخلي المخ البشري تلقائيا يبص على كل تفاصيله. الخطوط الزرقاء ولمعان الذهب والنظرة الثابتة في العيون وكل تفاصيل القناع بقيت مجبر إنك تشوفها وتركز على كل التفاصيل. علميا ده اسمه فيجوال هيراركي، يعني ترتيب بصري بيخلي عينك تروح تلقائيا على أهم عنصر موجود في المشهد. فالقناع ما اتغيرش، بس احنا بقينا شايفينه صح.